كعادته يثير الدكتور مبروك عطية رواد الشبكات الاجتماعية بفيديو جديد من برنامجه الموعظة الحسنة، حيث ظهر الدكتور مؤنبا متصلة كانت قد سألته عن حكم ما فعلته مع طليق ابنتها من ضرب وسرقة، فضلا عن التزوير والحرمان من الأبناء. الداعية المصري انفعل على المتصلة قائلا بالعامية المصرية إنها امرأة فتواية، أي أنها امرأة ظالمة ومفترية ونصابة. نتابع في البداية جزء من المقطع. طب سؤالك ايه يا زينبو؟ هل ده حرام بقى؟ انا ظلمت البيت حرامين اتنين واربع حرامات و80 حراما بالتمييز يا بيت. حرام مين يا بيت؟ حرامين واربعة يا بيت، تشبعي حرامات. حرام عليكي يا اختي، الواد يشوف عياله يا حبيبتي، وسيبك من اللي راح بقى بدام طلقتوها وعرفتوا تشتكوا، لكن يشوف ولاده يشوف. ومن القاهرة ينضم إلينا مقدم برنامج الموعظة الحسنة الدكتور مبروك عطية. أهلا يا دكتور مبروك. خليني أبتدي وأدخل معك على طول في الموضوع. هل من الطبيعي أنه داعية ويعني شخص مطلع في الدين وفي اللغة زي حضرتك يستخدم هذه الطريقة في تأنيب وبهدلة المتصلين؟ لا مش بهدلة. الأول بحييكي وكل مشاهديك وبقول مش بهدلة ولا حاجة، ومن الطبيعي أنه يعمل كده. ده لو كانت طبيعته قبل كده مختلفة عما قام به في هذا اللقاء. أنا كده عاجب ولا مانيش عاجب؟ نمرة واحد، من حقي أن أنا بس أضع لمسه كده جماليه لغويه على اللي حضرتك تفضلتي بيه. يا دكتور، مش معنى ان انا اقولها انك فتوايه انك انت مفتريه، لا لحظه بس، بالراحه. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. هل اطلاق كلمه فتى على ابراهيم تعني انه بلطجي عليه السلام؟ لا، احنا مش دارسين لغه كويس. فتوايه يعني قويه شديده عنيفه، ضربت الواد جوز بنتها وجابته ارضا وعجنته عجنا. صحيح، بس يعني هي كلمه فتوايه جت في المقطع ده. انت عندك مقاطع تانية بتتكلم فيها، بتقول فيها كلمات تانية. يعني في بعض الكلمات ما اقدر اذكرها، بس مثلا كلمه عذرا من المشاهدين هبله مثلا، يعني وصفت قبل كده متصله. وهبله يعني ايه؟ وهبله يعني ساذجه وطيبه، وانا بقولها لبنتي وقلت الكلام ده في اكتر من مليون. طيب يا دكتور، واوصاف الحيوانات يعني برضه الحيوانات موجوده في الطبيعه، كل شيء له تفسير. لحظه اتفضل. لحظه بس، لحظه. انا هديكي مثال في ثانيه ومثال في ثانيه لطريقه، اختاري حضرتك الطريقه اللي تعجبك. ايتها المتصله الكريمه، لقد جاءني سؤالك وفهمت مرادك، والجواب انك بهذا ظالمه وما ينبغي لك ان تفعلي هذا. ومش هعيد انا قلت ايه عشان ما اكررش نفسي، يمكن انا قلت احلى من اللي هقوله دلوقتي. اختاري حضرتك الطريقه. اذا كنت شايفه ان الامثل والاجمل والاندى والانفع دينا واجتماعا ان انا التزم العربيه ولا اتعامل بطبيعتي مع الجمهور الذي يتسع كل دقيقه بفضل ربنا ويفهم دينه، وهنقي كام كلمة زي ما قلت لحضرتك. اللغة لها مستويات. أنا لا يمكن وأنا أستاذ جامعة، دي أساس وظيفتي، أمسك بالورقة والقلم واكتب هبلة، وإنما هكتب طيبة أو ساذجة أو غر لا تعرف شيئا. ودوري بقى على معنى غر في القواميس. يعني لكن اللغة لها مستويات. الفراء عليه رحمة الله كان يتحدث مع الناس بلغتهم كأنه منهم، لا يراعي الإعراب، وهو أسطورة الإعراب في تاريخنا العربي اللغوي. اللغة لها مستويات. طيب. والنبي عليه الصلاة والسلام اتكلم بلغة حمير وقال ليس من انبر صيام في سفر مجاملا أهل هذه اللغة، وهو من قريش أفصح الناس. طيب. ونزل بلغتهم كتاب ربنا. يعني أنا هعترف لك اعتراف يا فندم. خليني بس أنا هعترف لك اعتراف جميل. أنا هقول لك اعتراف قبل ما تقوليه. جميل. طيب أنت مش جايب ورد معاك اليوم ليه؟ ازاي؟ مين قال لك؟ امال ده بيعمل ايه؟ انا ما شفته. ده عمري يا استاذ. لا يا فندم، ده عمري انا. طيب انا هذه الحياه آلام واوجاع، لا اشرب الشاي الا فيه نعناع. الله. والورد ده رمز لدنيا جميله ودين جميل. احنا لا فهمنا الدين ولا فهمنا الدنيا، عشان كده مشينا بلا ورد
وكان علينا أن نكون وردا وأن تكون بقايانا وردا كذلك. جميل. انا بس بدي اقول لك حاجه، صح كلامك، انا يعني حتابع مقطعك، مش رح تابع مقطع ثاني لاحد ثاني، لانه انا عارفه انك انت حتثير الجدل وما الى ذلك. يعني هل هذا شيء متبع من عندك؟ انا لا اثير جدلا. انت عايزه حضرتك عايزاه جدل، خلاص انا لم اثيره. انا لم اخرج من بيتي او لم استعد للقاء حضرتك. طب تمام الحمد لله. اسلوبك مختلف. طب يعني انت اتعمدت انك تعمل هذا الشيء، يعني حركات جزء من الشو الإعلامي؟ أبدا حبيبتي الشو الإعلامي ده يعرفوه أهل الإعلام. أنا وظيفتي أستاذ في جامعة الأزهر، يعني وأكبر أساتذتها كمان سنا ورتبة، يعني درجة أستاذ، وأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في أبها. فأنا جامع بين جامعتين أصيلتين كنت فيهما وما زلت، على من يشهد بذلك الزملاء ويشهد بذلك من تخرجوا على هذه اليد، مش الهاند ان دي ال5 صوابع، ولكن اليد تطلق ويراد بها الندى والقوة والعلم والعطاء عموما. جميل. أنا حبيبتي لا أعرف شو إعلامي ولا شو بطاطسي بتاع البطاطس، عارفة البطاطس والملفوف؟ أنا لا بتعمد لا ده ولا ده. أنا بطريقتي أعرف مرادي وكيف أوصله للعالم. لكن لا بعمل بروفة ولا بستعد بحاجه ولا عادي انك تقول لي حبيبتي يا دكتور. وقال طبعا حبيبتي، امال يعني عدوتي لو لم تكوني حبيبتي ما اتيت اليك، ولو ما كانتش العربيه حبيبتي ولا هقول فيها ثانيه واحده. وما الذي يجبرني ان البي نداء قناه او مذيعه وانا لا احبها؟ هو الحب واقفه على 2 في اوضه نوم؟ ما ده من البوظان اللي احنا شفناه واللي بنشوفه كل يوم. حب معنى يجمع بين الناس. جميل. واحنا اوكي طيب اديك ضحكتي اهو. يبقى انا اعتبر ده نجاح والله. ما تعرفش حاجه. طيب على العموم بدل ما شكرا يا دكتور، انت من الطف الشخصيات الحقيقه اللي استضفناها. كان معنا مقدم برنامج الموعظة الحسنة الدكتور مبروك عطية. شكرا جزيلا.